مش هتجيب لي حقي، طلقني. بص الدم. طول عمري بكبرك. ليه مصيرة صغرنا يا سيد؟ طول عمرك بتعمل بلاوي. قول انا اللي عاملها عشان اخويا الكبير ما ينفعش يغلط. انت سبب كل المشاكل اللي في حياتي، بحط جزمه في بوقي. بس انت حتى مش سايبني اختار يا سيد، مش سايبني اختار. عالحال ده انا عايزك تجاوبني، من فينا يتلام؟ كان نفسي تكون ظهري ساندني في وش الايام. ليه دايما تيجي عليا واكون مهموم بايديك؟ ليه بسببك عيش قلبي انا موجوع منك وعليك؟ يا اخي قطع الايد اللي اتمدت سبقتني عليك. ده انا طيق النهار لو تيجي فيا ولا تيجي يوم فيك. على ايه منك بتشيلني وليه مني تشيل؟ انا كل ما داوي الجرح انت تزوده بايديك. انا مهما بحاول اقرب ليك بابك مقفول. يا ما تمنيت اما اتعبك لك احكي واقول. كان نفسي تكون عقل وحن تكون للنور، مش تبريح اللي تهد وضهري المكسور. انت اللي وصلتيني لكده، وصلتيني ان اخويا الصغير يمد ايده عليا. لا والله، وايه كمان يا اخويا؟ قلت لك ان انت تضيع فلوس ابوك؟ قلت لك ان انت كمان تسمع كلامه يقول لك يمين يمين شمال شمال؟ احنا دلوقتي يا سيد اتقفل علينا باب واحد وما بقاش قدامك غيري تعلق خيبتك عليه. قلت لك مالكيش دعوه بعايده مراته وبلاش مشاكل. هي اللي جت ووقفت قدامي وعملت مشكله يا سيد، وانا قلت الحمد لله اخيرا نزلت علشان تعمل حاجه كويسه. وسبحان الله، المرة الوحيدة اللي عملت فيها حاجة كويسة أخوك الصغير جه ولعطشك بالقلم. أنا قلت إن القلم ده هينزل على وشه قلمين، لقيتك سكت يا سيد وحطيت إيدك على وشك وقعدت تعيط. انت عايزه مني ايه تاني؟ اعمل لك ايه تاني عشان ارضيكي؟ ده انا اتحطيت في الليله السوداء دي بسببك انت. لا يا سيد يا حبيبي، انت اللي معرفتش تاخد حقك يا اخويا. بلاش كلام فارغ بقى والنبي. انت لو كان عندك شخصيه ما كانش يستاجر انه يمد ايده عليك. بص يا سيد، انا طول عمري يا اخويا نفسي اتجوز راجل عنده شخصيه مش زيك يا سيد. ويلا بقى اطلع دلوقتي بره عشان هلم هدومي واسيب لك البيت وامشي. كده يا جعفر، كده توقفني الوقفة دي، تخليني أشوف ابني الكبير وهو بيتضرب بيتكسر قدام الناس. ده سيد يا جعفر. سيد ما سابنيش اختار يا أمه. سيد اختار لي واضطرني. انزل راضي يا جعفر. انا ما غلطتش يا أمه عشان اراضيه. بقول لك انزل يا واد راضي. مين اللي يراضي بيني يا أمه؟ قسما بالله لو ما نزلت وعملت اللي انا قلت لك عليه للم هدومي واسيبك وامشي. انت هتمشي تروحي فين بس؟
اروح لابوك في الطرب اقعد جنبه اشتكي له منك، هقول له جعفر ابنك ضرب ابنك الكبير وكسره قدام الناس وقدامي، وهقطعك وهفضل قاعدة جنبه لحد ما اموت. بعد الشر عليك يا أما. هتنزل تراضيه ولا لم هدومي وامشي؟ اسمهاش هتنزل تراضي، اسمها هنزل اراضيكي. حاضر يا أما هنزل. لا سيد، لا يا سيد. استني يا اما، مد ايدك على يا جعفر. حقك عليا يا اخويا، تتقطع الايد اللي تمد عليك. ممكن تكون شايفنا اخوك اللي كل شويه بمصيبه ولا مشكله، بس انا ربنا حرمني من الخلفه ورزقني بيك انت. انت ظهري وسندي واخويا وابويا. اول حاجه جت في دماغي لما مديت ايدك عليا ما كنا عيال صغيرين، والايد اللي كانت بتترفع علينا كانت بتلاقي 4 ايادي مرفوعه في وشها. بقى الايد اللي كانت بتدافع عني وبدافع عنها تنزل على وشي. بص عليك يا جعفر. قطع ايد يا سيد. يا سيد انت اللي تعبنا يا سيد. الاقي من اللي بيحصل ده ولا المشاكل اللي بتحصل لي في الشغل من وراك. انت اللي وقفت الوقفه المهببه ب60 نيله في وسط الحريم وفرضت على الناس، وقبلها حماده فتح الله. حماده فتح الله يا سيد، وانت عارف يعني ايه حماده فتح الله. تحطني في الموقف ده، بس بالرغم من اي حاجه انت اخويا الكبير وعمري ما ازعل منك. ورحمه ابوك يا سيد ما تنام وانت زعلان مني. طب واحده بواحده عشان نبقى خالصين. تقدر تتكلم؟ افتح بقك بقى. لا ما اقدرش اتكلم اخويا. اخويا الكبير وتعمل اللي انت عايزه. طب انا عايز اجيب وداد اديك قلم تاني قدامها. ارحم اهل امي يا سيد. انا هبقى احكي لها يا ابني، انا هبقى احكي لها انك اديته قلم. امانه ياما. محاليل علقولي. امانه. انا هقول لها يا سيد وربنا هقول لها. لو سيد اخويا جه وكان له جوز اقلام ورفعني نص وكسر عليا الشقه، هقول لها يابا حضن لاخوك الصغير. عجبتك اهم حاجه. الله يقطع النسوان وسيرة النسوان. ربنا يخليكم لبعض. بس ايدك تقيله قوي يا سيد. ايه رايك؟ ايدك تقيله قوي يابا، انا حاسس ان في شرخ في الفك. قلت ياما. يلا انزل نام يا سيد، انزل يابا. يلا تصبح على خير. يا كل حاجة بركتها قلت. الفرخة ما بتقعدش 3 أيام وتخلص. أيوة أيوة. طيب طيب. حاضر حاضر حاضر. ازيك يابا؟ يا بنت حد يجي لحد وهو بياكل كده؟ يابا انت مش شايفني مبطوحه في راسي وجايه بشنطه هدومي؟ شايف. طب ايه يعني هبات في الشارع يعني؟ تباتي فين يا وده؟ هنا يابا عندك. هو انا ليا بيت تاني اروح لما اخدم من جوزي؟ لا يا اختي، ليكي بيت اولاني ما يصحش تسيبيه، الاصول بتقول كده. وبعدين يا وداد يا حبيبتي، مصارين البطن بتتخانق.
استهدي بالله يا حبيبتي ويلا ارجعي بيت جوزك. استنى هنا، استنى بس يابا، افتح الباب، افتح الباب بس. الله يرحمك ياما، كنت متجوزه واحد عايز يدفنك في مقابر الصدقه. الله يرحمها، من ساعه ما ماتت انا ما صرفتش على حد. بعدين يا وداد عايز اقول لك بصراحه يعني ما تزعليش مني، هكلمك بمنتهى الصراحه. وجودك هنا خطر على الميزانيه. كل حاجه هتبقى الدبل، الطاقه طاقتين، باكل الشاي باكوين، كل حاجه هتبقى مجوز. بس اقول لك يا وداد، كل مشكله ولها حل، وايد لوحدها ما تسقفش. حبه مني على حبتين منك البيت يمشي. يا لهوي يابا، هو انت عايز تدفعني تمن نومتي واكلتي عندك؟ ايوه روح امك هدفعك. الحق ما يزعلش، وانا في الحق ما اعرفش ابني من بنتي. هتدفعي ولا لا؟ هدفع يابا، بس دخلني النبي، انا تعبانه ومش قادره. طب يلا خش حبيبي والله. أنا عارف الوقفة دي كويس. أنا النهاردة طول اليوم في الورشة، لا قابلت بنت الرقاصة ولا عملت أي حاجة. امال كنت فين كل ده؟ كنت مع المعلم جعفر يا ماما. جعفر تاني؟ هو ايه حكايه الراجل ده؟ صاحبي يا ماما، في إيه؟ هو انت بتسمعش الكلام ليه؟ ما انا قلتها له في وشك المره اللي فاتت، اللي يخلي راجل من سنك يعرف عيل من دور عياله. واديني بقولها لك اهو يا سيف، اللي يخلي عيل من دورك يعرف راجل قد ابوه. هو فين أبويا ده يا ماما؟ فين أبويا ده اللي أنت عمرك ما دلتيني عليه؟ هو مش يمكن مثلا ياما ده اللي أنا محتاجه؟ مش يمكن أنا بعمل كده لأن طلعت لقيت نفسي من غير أب؟ بالله عليك يا ستي، بالله عليكي ريحيني، لو عارفه له طريق دلني عليه. يوه، واحنا اللي هنعيده هنزيده، واللي نبات فيه هنصبح فيه. طب انا بقولها لك اهو يا سيف، ان ما بعدت عن الراجل ده ربي وقلبي هيبقوا غضبانين عليك ليوم الدين، وهسيب لك البيت وامشي. أنا ما بقتش صغير يا ماما، أنا اللي هسيب البيت وأمشي. من واحدة اسود. حظك الاسود يا نرجس، كل ده ازرق. حبيبي الازرق ده كله، حبيبي الازرق ده كله. مين؟ نرجس، بتعملي ايه يا بنت مقطعة؟ يا حرام اليوم الصعبة، بتعملي ايه؟ ترميلي ايه؟ يا جزمة، يا جزمة بتعملوا لي ايه؟ طبعا فتحت الباب بالشراع، ما انت ايدك ايد سحلية.
بيتك. الله، رموا لي ايه؟ عملت فيا ايه؟ بنت بتعة، بنت يا سعدة، انت يا بت، انت يا بت قومي فزي يا بت، نامت عليكي حيطة، قومي، ده نوم اموات ده، قومي. صباح القشطة يا حاجة. صباح الفل يا طعم. قومي فزي، قومي هاتيلي 20 جردل المية وطن ملح خشن، اشتتن اشتوت، اشتتن اشتوت، اشتتن اشتوت. قومي يا اختي، قومي، لازم نعقم الدواليب دلوقتي؟ دلوقتي. ماشي. يا مصيبتي، يا ترى عملت ايه البت؟ قومي يا اختي اتحركي. حاجة بقوم اهو. عملت ايه؟ رشت لي ايه؟ عملت لي اعمل ليه؟ الله يخرب بيتك يا نرجس، الله يخرب بيتك يا باتعة. انت تاني يا سخطة؟ برضه سخطة. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ انت عايز مننا ايه؟ اوعى ولا تكون حرامي. شكلك نضرجي وحد بعتك تراقبنا عشان تسرقنا. حاكم انا ايه؟ اشم ريحة الحرامية شم. حد بعتني ايه وحرق؟ نضرجي مين؟ انا نضرجي؟ انا مستني جعفر صاحبي. صاحبك؟ انت فاكر انها دخلت عليا المرة اللي فاتت؟ ياض انت قال جعفر صاحبي ايه؟ يا معلم سيف. صباح الفل يا معلم. السخطة ده معلم؟ ايه مالك؟ المدام مش طايقاني ليه كده؟ ست صورة مش طايقاك؟ دي الطيبة كلها. مراتي الأولى دي وش الخير وأدب السعد، من يوم ما عرفتها وربنا فتح عليها من واسع. كل الرزق اللي ربنا بيبعتهولي بتلقطه. تقولش ملقط. هو الموضوع طلع بجد ولا ايه؟ السخطة ده صاحبك؟ طب عن اذنك بقى يا جعفر عشان انا عندي مشوار كده. سلام يا معلم سخطة. مشوار ايه؟ وايه الشنطة اللي في ايدك؟ دي هدوم قديمة وانا ماشية كده هعديها على السيدة. ربنا يوسع عليك. سلام عليكم. والله ما طايقاني خالص. يا واد ما انا كنت زيك كده مش طايقك. هي في وشوش كده عامله زي السحان بدري، ما تطيقهاش الا لما تاخد عليها. عملت ايه في الموضوع اللي كنت مكلفك بيه؟ الواد فتح التليفون ولا هناك. عرفت عنوان الواد اللي بعت الرساله؟ يا معلم. واقف كده ليه يا ما يلا نتحرك عليه. تعالى يا معلم اركب يلا. مصطفى. اوامر يا معلم. اركب العربيه اللي ورا دي وقت مفتاح عربيتي. اوامر يا معلم. اوامر يا معلم. خد يا مصطفى. حبة طعمية سخنين ايه في الدنج دو يا معلمة. انت بتعمل ايه يا غبي؟ دور صعب قوي، استنى اخلصه. دور ايه؟ الله يخرب بيتك، انا مش قايلك ما تفتحش التليفون ده خالص. انت في ايه يا عم؟ انت مكبر المواضيع ليه يا عم بلال؟ مكبر؟ احنا لازم نمشي دلوقتي. نمشي ليه؟ استنى بقى. لازم نمشي يا غبي. يا عم ما انا لازم افهم. يا غبي الله يخرب بيتك على اليوم اللي عرفتك فيه. امشي بقى. يا بلال ما تفهمني في ايه؟ بس يا غبي انت ليه مزود الموضوع كده؟ ما انت ما كانش تليفون فتحته. طب كنا خدنا الطعميه. يا نهار اسود. هو ده بقى جعفر العمدة. وصل لنا بسبب فتح التليفون. يا عم استنى بس، هتروح فين؟ بقول لك يا صاحبي انت اتحرقت. انا من طريق وانت من طريق. اتحرقت.
طعمية سخن. الناس دي لسه ماشية من هنا دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اللي قاعد في الشقه اللي قدامك؟ ده واحد اسمه صادق. ليه؟ الاقيه فين صادق؟ مش عارف. عايزه ليه؟ عرفني. بقول لك الاقيه فين؟ يا عم انت بتكلمني كده ليه؟ عايز اكلمك ازاي؟ بس بقول لك اكلمك ازاي؟ ليه؟ باشا معلش يا اسفين، الراجل بس سارق مننا فلوس والمعلم متضايق شويه. شغال ايه صادق ده حبيبي؟ على باب الله. كلنا على باب الله، على باب الله ميكانيكي، على باب الله سروجي، على باب الله استورجي. يا عم وانا مالي؟ انا ما اعرفش عنه حاجه، اللي اعرفه انه بقعد على قهوه بندق. يعني على باب الله عواطلي. فين قهوه بندق؟ الاقيها فين؟ على الناصي. يلا بينا. وانت على باب الله ايه؟ اسطى دش. على باب الله استدش. اقفل وكمل نوم. ما خلاص بقى يا وداد، في ايه؟ خدي بالك انا اللي براضيكي، مع ان انت اللي رصاهم لي وقايله لي كلام ما يتقالش. حد غيري كان شقلك دماغك نصين. سيد، انا مش راجعه معاك البيت تاني. ابص في عين اللي اسمها عايده دي ازاي؟ واللي احط وشي في وش جعفر ازاي؟ بصراحه انا مش هرجع معاك البيت تاني يا سيد غير لما تاخد حقك من اخوك. ترابيزه يا ابني. عايزاني اخد حقي من اخويا ازاي؟ فهميني بقول لك. شايف يابا بيزعق لي ازاي؟ شايف. اهو على طول كده. معلش معلش ايه يابا؟ ما يصحش يا سيد. بصراحه يا سيد انت كبتني. يعني المره اللي تديني فيها فلوس تديني 5 مليون جنيه بس، وانت بصراحه عارف ان هم قليلين وما يقضوش. وانا كان نفسي افتح مشروع كبير كده. اعمل لك اللي نفسك فيه يا وداد. احلف كده يا سيد؟ من غير ما احلف. حبيبي يا سيد. شايف يابا حنيته. حبيبي يا سيد. طب وانا يا ابو السيد ماليش في الطيب نصيب؟ ده انا خاله يا سيد. خاله فتوح. اهدي بقى يا باجور الجاز. من عينيا يا ابو السيد. كده فردة الشراب بقت عال. تمام، مظبوطين يا ست الكل. الحمد لله. اهم حاجه بقى ترجع لي ابني بسرعه. انا ابتديت اصلا سعي من قبل حتى ما تجيب الفلوس، وعندي خبرين، خبر حلو وخبر وحش. ايه يا اخويا؟ قلقتني. انا قصدت معلم من التقال قوي في السوق، وهو غالبا كده عنده سكه توصلنا لابنك، عنده طرف خيط يعني. بجد؟ يبقى انت كريم يا رب، يبقى انت كريم يا رب، يا رب كريم يا رب. بس الخبر الوحش بقى ان هو لوحده عايز 500,000 غير ال 250 دول. ايه؟ وانا هجيب مبلغ زي كده منين؟ ده انا اديتك كل اللي حالتي والله. مش عارف اقول لك ايه يا ست الكل، بس انا اسف، انا كان نفسي اساعدك والله. خليهم وانا هتصرف ان شاء الله. ماشي. قهوة بندق فين؟ وانت عارف شكله منين؟ والله يقوم يجري دلوقتي. قال لك اسمه صادق. صادق! فين بلال شامة يا؟ والله العظيم 3 ما اعرف عنه حاجه. تحلف بالله العظيم. في يا صادق؟ ده مش صادق، ده كذاب. نزل ايدك يا محبوب في منطقتك اهو. تسلم ايدك يا معلم سيف. تسلم ايدك انت يا محمد. مش انت اللي مصور بتليفونك؟ والله العظيم هو اللي خلاني اعمل كده. كان عايز يعمل مصلحه عليك. وراح فين؟ ما اعرفش، اول ما شافني فتح التليفون اتخلى عليا ومشي. قدامك 24 ساعه وتبقى عرفت لي مكانه فين. تنزل السيده زينب تسال على جعفر العمده، الكل هيدلك. ليك داخل تقول لي مكانه فين. ما كانش الطلقه ب 41 جنيه. ما يتعزوش عليك.
اتأخرت هتلاقي ال41 جنيه في نص راسك، وانا عشان كريم احتمال تلاقيهم 82 جنيه. مفهوم؟ مفهوم. يلا اخد مكان غريب وما تعرفش حد، نادي اسمه بصوت عالي تلاقيها مجري لوحدك. النمرة دي أول مرة أعملها كنت في الاستاد، كنت بدور على واد في الاستاد. لقيته؟ ليه فين؟ تاه طبعا، كان ماتش الأهلي والزمالك. بلبل عنده حق. أنا هكمل في اللي بدأته ومش هتطلق غير لما اخد الفلوس كلها. انت اتغيرتي خالص يا عايده. لو ما اتغيرتش بعد كل اللي شفته بحمارة. وعلى فكرة جعفر مش بني آدم وحش ولا حاجة، بالعكس ده بني آدم جوه كويس قوي، يمكن أنظف من ناس كتير قوي قابلناهم في حياتنا. هو يمكن مش متعلم بس متحضر. كفاية قوي إن هو صبر عليا لغاية دلوقتي من ساعة ما اتجوزنا وما غصبنيش على أي حاجة. ساعات كده بحس إن هو سوبرمان ودمه خفيف. بس هو من حتة وأنا من حتة تانية خالص. صعب جدا إن احنا نتفق. بلبل قبل ما انسى، عايزاك تسألي على الاسم اللي في الورقة دي. بتروح السجن اللي كان فيه بابي الله يرحمه. عايزة أعرف بتزور مين. اوكي، بس تطلع مين وداد فتوح عبد الغني العطار دي؟ مرات أخو جعفر. بس راجع من عند يارا ولا ايه؟ أيوه. مالك؟ مفيش، متضايقة شوية. متضايقة من ايه؟ أبويا خلاص ما بقاش قادر يستحمل العيشة في السجن. يا حبيبي تعبان قوي، نفسه يرتاح. الله يهون عليه. ميرسي. هاجي معاك الزيارة الجاية. لا، قصدي مفيش داعي تتعب نفسك. كمان مش عايزة أحرجه ولا أضايقه. مش معقولة أول مرة يشوفك فيها يشوفك في السجن. مصيرك. يلا اطلعي. أنا مش هينفع أفضل كده كتير، لأ. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي وليه حظي عامل كده. سرايا، أنتِ مش سامعاني يا سرايا؟ يا لهوي يا لهوي. إيه ده؟ عاملة كده ليه؟ سرايا، انت سنجتي يا سرايا؟ يا اختي ما سنجتش، سامعاكي اهو. انا خايفه قوي يا سرايا من الحاجه وصيفه. وانت ايه اللي كان خلاكي اتهبلتي في مخك ودخلتي اوضتها؟ اهو اتهبلت يا سرايا، اتهبلت يا اختي. انا الخوف مموتني. بقول لك ايه، انا لازم الفتره الجايه دي استخبى على قد ما اقدر، لان انا كل خطوه بعملها بمصيبه. الحاجه وصيفه دي بقى بالذات لو قالت لجعفر يطلقني هيطلقني. هي حاجه من الاتنين، يعرف استخبى يسلم لها نفسي واخلص. انا خلاص انا كده بتعذب. هو انت يا نرجس ليه على طول خايفه من الطلاق؟ عندك عقده يعني وانت صغيره؟ في واحده في عيلتكم مثلا اتطلقت في عدمها؟ لا ما حصلش. بقول لك ايه يا سرايا، انت ايه اكتر حاجه بتخوفك في حياتك؟ الحياه نفسها بتخوف، بس انا خلاص جدتي نحست. ايه ده؟ هما مالهم عاملين كده ليه النهارده؟ اسأل روحك.
لا حلو. ابو رجل صاب. يا فصلان. معلش يا اخويا، بس اصلي يعني كنت عايزه اطلب منك طلب ومحرجه منك قوي. انت محرجه يا سوريا؟ عمري ما شفتك محرجه غير ليله الدخله. والنبي ده انا محرجه اكتر من ليله الدخله. اصله طلب كده مش عارفه هتوافق عليه ولا لا. انا عايزه فلوس. عايزه كام؟ 500,000. هتعمل ايه بالمبلغ ده؟ هديهم لصبحي، اصله قال لي على فكره مشروع عايز يفتحه، وانت عارف عياله من ساعه ما سافروا محدش فيهم بيسال فيه، وانا قلت يعني اهو يبقى مشروع ياكل منه عيش ويبقى عنده دخل ثابت بدل ما كل شويه اديله، وكله من خيرك. والله ما استخسرها يا سوريا. صبحي ترمستات حمار وهيفشل بمشروع. عمرك شفت حمار بيدخل سبق خيل؟ ما عملهمش سبق لان ما فيهمش حد بيكسب ولا حد بينجح. صبحي حمار. ما انا عارفه ان ترمستات حمار، بس جوز اختي ولازم اقف جنبه. خلاص خديهم يا سوريا، فلوسكم، وبعدين اديهم لك برضايا احسن ما تاخديهم من ورايا سرقه واقتدار. تسلم، ربنا يرضيك يا رب زي ما بتراضيني. صباح الفل يا سيد معلمين السيدة كلها، نهارك أبيض. صباح قلة الذوق يا صبحي. كمل. ماشي. كنت فايت عليك وقصدك في خدمة، أنا عارفك ما بتتأخرش على حد أبدا يا معلم. اشحت. مزنوق في 20,000 جنيه عليا الواحد رزل ورخم وزنان اسمه عبد الله فريون، كنت واخد منه بضاعة شغل، بس أنت عارف يبير وغطاه، أجيب له منين أنا 20,000 جنيه حتة واحدة؟ والمشروع بتاعك؟ مشروع يا معلم؟ ده شكل واحد يعمل مشروع؟ ده أنا بكح تراب، أنا ليه آكل هعمل مشروع؟ ماشي يا صبحي، روح واخر النهار ابعت لك ال 20,000 جنيه عشان اسمه ايه؟ فريون؟ عبد الله فريون. عشان عبد الله فريون ما يزنش عليك. تسلم لي. بقي بس. ابوس راسك يا معلم، حبيبي يا غالي يا ابو نسب، صباح الفل عليك. نارك ابيض يا معلم، صباح الفل. نسب؟ كان نسب واخبار يا صبحي. سرحان في ايه كده؟ ولا حاجه، ما تشغلش بالك. والله بالحق عملت ايه مع البت بنت عزيزه الطارق؟ ده بنت لازقه بشكل، انا مش عارف اعمل معاها ايه دي. جربت معاها كل حاجه عشان تحل عني، مش راضيه تمشي بنت اللازقه. وبنت مصلحجيه كل شويه تقول لي هات لي دي هات لي دي هات لي دي، حاجه زفت. انت مش راضي تساعدني ولا راضي تعمل لي حاجه. ما لقيتش فكره تخلعك منها. مش لاقي، مش عارف اعمل معاها ايه. طب صلي على الحبيب النبي وخد مني الكلمتين دول. عليه الصلاه والسلام. روح تقول لها وتبقى حاضره الكلام ده عزيزه. قول لها امي كل حاجه باسمها، ورشه والعربيه وكل حاجه، وبقت تديني اجره يوميه زي اي اجره، وخدت مني العربيه. وعشان اعرف اتجوز يا بنت الناس محتاج اخد كل الهدايا اللي انا جبتها لك ابيعها عشان افك ازمتي. الجوز هيطفوا عليك، وادي دقني لو شافوك تاني. متاكد من الكلام ده؟ ايه اللي انا بقى متاكد. طب في حاجه كمان، انا متخانق مع امي. متخانق مع مين؟ مع امي. حصل حوار كده، قالت لي لو ما عملتش اللي في دماغي همشي واسيب لك البيت. انا مش عارف كل الامهات ليه بتهدد التهديد ده. وانت قلت لها ايه؟ ولا حاجه، قلت لها انا اللي هسيب البيت. تصدق ان انت لا معلم ولا نيله وعيل قليل الادب، وهتقوم معايا دلوقتي تحب على ايد امك ورجليها. اوعى تسيب بيتك تاني وامك غضبانه عليك. ده الانسان نفس داخل ونفس خارج يليفه. معلم سيف راسه والف سيف الوجه يرضيكي. اقول له اتقل عليها شويه، يقول لي لا مش قادر. يا معلم انت مش قلت اول ما تشوفها توطي تبوس على ايديها؟ ما هي قدامك اهي. حقك عليا يا ماما. ولا قلت ابوس على رجليها باين؟ طبعا. لا يا دي عزومه مراكبيه، وطي بوس على رجليها خد البركه. غضب الام وحش. ايه ده؟ ده ولا حاجه. لعنه من رب العباد. ما هو غضب الام كده، دنيا بتديك بالبنيات في وشك.
بيهزر يا ماما بجد ولا حاجه. منور يا معلم جعفر. اللهم صل على النبي عليه. الله يحفظه لك، ربيتي راجل.